لي أكثر من شهر 11 السنة اللي طافت، وأنا جلسنا أنا وأولادي 3 أيام في الحرم، ملابسنا في كيس حق الزبالة، والناس تطالع فينا احنا رايحين جايين. كل ما حصل واحد شيخ اكلمه قال لي الخير قد ما رينا الجمعيه حق الحمراء. وصلت للمدير حق الجمعيه قلت له انا في الشارع انا واولادي. قال لي ايش تبغاني اسوي لك؟ قلت له انا في الشارع معايا عار. قال لي روح ارجع مرجعك جده، انت ساكن في جده، ارجع احصل لي واحد فاعل خير واستاجر لي شقه مفروشه لمده 15 يوم. واشيل العيال برضو معايا اقول لهم والله العظيم طرني اتشحت حق الليموزين، ولدي احيانا طرني والله ما اوفر له حق المصروف اغيبه. الجمعيه في الفيصليه تحولني للجمعيه اللي في عند التلفزيون، وبرضه يشيلون الورق يفتحونها. وقالت لي طرنا التسجيل عندنا موقف لمده 3 شهور. ترى اختي بدي من 3 شهور، يعني وين اروح انا وعيالي؟ قال لي انت صابره، يعني انت تشحتي حتى الله يفرجها. الظهرية يشوفون الأولاد يقولون إحنا ليه ما ندرس؟ إحنا ليه ما ندرس زيهم؟ أقول لهم بكرة. أنا أسهم لك أي واحد دحين منهم الأطفال وأسأله أقول لك فين بيتنا؟ فين بيتنا؟ يشوف أي مسجد يقول هذا بيتنا. ينام أبو خالد الحربي وعائلته في هذه الحديقة منذ شهر كامل. ما أقسى الحياة عندما تضرب بأحداثها، فقد ضاقت حدائق الرياض بهذه العائلة، وأصبحت جدرانها تقسو عليهم هي الأخرى، كما تقسو الجمعيات الخيرية التي رفضت استقبالهم. كل ما جيت عند جمعية قال لي معذرة البطاقة حقتك مكتوب فيها خميس مشيط، حنا ما نساعد إلا أهل مكة. رحت لجدة قال حنا ما نساعد إلا أهل جدة، هذول يقولونها الجمعيات الخيرية. جيت للرياض قالوا حنا ما نقدر نساعد، حنا ما نساعد إلا أهل الرياض. في هذا المكان والذي تحول إلى مكب لمخلفات العاصمة الرياض، رغم أنه لا يبعد عن حي النظيم السكني سوى 150 مترا فقط، للوهلة الأولى يبدو المكان كخرابة خالية، لكن بعد جولة قصيرة ظهرت هذه البيوت الخشبية أو ما يسمى بالصنادق أو منازل الصفيح، والتي تسكن فيها بعض العوائل التي اضطرت مع ضيق ذات اليد والعوز إلى سكناها دون ساتر يقيهم زمهرير الشتاء ولهيب الصيف. بعضهم توارى عن الكاميرا، والبعض الآخر دفعته الحاجة إلى الحديث. حالتنا عايشين من جلة الموت. نسكن وين نروح؟ ما لنا مسكن غير هني تحت رحمة الله وهداية الله لكم. وش عندي من القول يا ولدي؟ هذا رحمة الله. وهنا أب ل9 أبناء، وابنته تعاني من الصرع منذ سنوات. فقره لم يرحم شيبا اعتلى ملامحه، ولا براءة طفلته الصغرى، وتكاليف علاجها تجهز على ثلث دخله المحدود أصلا. بنتي هذه طول العمر معها كهرباء زايدة في المخ تنصلع، والله علاجها يا حبيبي لو ما الله سبحانه وتعالى قلت لك أمر سلمان بن عبد العزيز، علاجها القارورة الوحدة فيها طول العمر تكفيها مدة 10 أيام، حقها 360 ريال. علاج طول العمر اليوم الحين صاروا فيه بعض فاعلين الخير اليوم من هذا يقول يا ولد ولا تستوعب تراي، مع ذلك ما تستوعب ما تقدر. لا تتوفر أرقام رسمية عن نسبة الفقر والبطالة في السعودية، إلا أن تقديرات غير رسمية تقدر نسبتهم ب25%، أي ما يعادل نحو 5 ملايين سعودي.